الحب من كاظم الساهر. مدينة الحب لرئيسها طبعا كاظم الساهر، ما فيش رئيس تاني، يعني لازم تكون مدينة الحب. وشعار القناة بقى يبقى شعارنا ايه؟ بس انا ما راح اكون الرئيس بطريقه الرئيس، يعني راح اكون المستشارين هم راح يشيلوا القناه، ما راح اشيلها انا. ايوه، هتكون رئيس شرفي. فالمستشارين كلهم حولي حيكونوا. هشتغل معاك فاجيهم الان ممكن يعني اشتغل معاك ولا مش ممكن؟ من الشرف. الله يخليك. الله يخليك. هتقول لنا هتعين المستشارين؟ ها؟ هتقول لنا اسماء المستشارين من دلوقتي؟ لا، هعمل انا معجب بكثير من الاقلام اللي موجوده في الصحف العربيه. ايوه، زي كثير ما في راح اذكر لك حتى لا حيزعل. حتى يخاف انسى واحد، بس كثير معجب فيهم، اعمل لهم اكيد جرد، ف راح اترجاهم ان يكونوا معنا. واضح ان انت مرتبط بالقراءة، وحتى هذه اللحظة يعني ان مش بس الموسيقى والقراءة والشعر جزء لا يتجزأ من حياة كاظم الساهر. طب احنا عايزين نرجع كده يعني واحنا في مدينة الحب، نرجع لبدايات كاظم الساهر لما كان لسه متخرج من المدرسة ومتخرج من الموصل اصلا، مش كده؟ لا، من بغداد، دار المعلمين كانت. لا، انت اصلا من الموصل. لا، اصلا انا من سامراء. من سامراء. من سر من رأى. بناها المعتصم بالله. سر من رأى. سر من رأى. الله، اول مرة اعرف سر من رأى. الله. سامراء. هو بس عشنا في تقريبا اكثر حياتنا في بغداد، وكان والدي ده مش بس ده سر من رأى وسر من سمع. الله يسلمك. بجد يعني. أيوة. كان والدي كثير تنقل بالمحافظات. أيوة. حسب العمل. فتشوفي احد اخواني ولادته في الجنوب. ايوه. مثلا احد اخواني ولادته بصره. احد اخواني ولادته عقره اللي هي في الشمال، انا ولادتي موصل. ايوه. قسم ولادتهم بغداد، فانا كانت ولادتي موصل. وايضا لي الحظ ان فانت فعلا ولدت بالموصل. ولادتي موصل. اوكي. وبعدين عينت لما اتخرجت لما خلصنا معهد عينت مدرس معلم. استاذ. نعم. اخذوني على، احنا شباب صغار، كانت 19 سنه عمرنا، يمكن اعمارنا. ودونا على الجبال تدرس في المدرسه. ودونا على قرى. ايوه. اخذنا القطار 12 ساعه. ايوه. حتى وصلنا 12 ساعة؟ اي طبعا، القطار طالعين زي ما تتعكر الشكل مع الايقاع حتى يوصل. وبعدها خدت بالك القطار 12 ساعة الايقاع بتاعه ده عمل عنده ايقاع هنا كمان. وبعدها وصلنا الموصل، اخذنا سيارة على قضاء اسمه عقرة. ايوه. تقريبا يمكن ساعتين اتذكر. ساعتين. وبعدين من عقرة ايوه لازم تروحي ياخذوكي في، يعني هي سيارة واحدة تطلع في اليوم. سيارة واحدة تطلع. إذا فاتتك فلا تمشين في 6-7 ساعات 8 ساعات. ده يعني 12 ساعة، وبعدين ساعتين بالسيارة، وبعدين سيارة ثانية. بعدين سيارة ثانية لو لحقتي عليها لحقتي، ما لحقتي فأنا مشيت تمشي على 7 ساعات. تمشين باتجاه الإطارات. الإطارات في الصحراء. اي تمشين في التلال وهذا. من الصبح طلعنا وصلنا العصر. مشيت على رجلي؟ الصبح مشيت على رجلي وصلت. فاتتك السيارة؟ فاتتني السيارة. فوصلنا، استقبلوني طبعا. القرية كانت من أروع ما يكون. ناسها. فشافوني قالوا لي أنت بعدك صغير هذه. قلت لهم أنا جيت الأستاذ الجديد حتى، وما يتكلموا عربي قليل. يعني في واحد يتكلم عربي شوية قليل. يعني فالمدرسة من طين. مبنية من طين. ومعلش عشان انا دلوقتي في لخبطه كانوا بيحكوا باللغه العربيه؟ لا، الكرديه. وانت بتحكي كردي؟ لا. بس يعني قسم من عندهم يعني بحكم انه ينزل بغداد، وفي عندهم كم واحد يتكلم عربي شويه. يعني. اوكي. وبعدين قالوا لك انت صغير جاي لنا هنا. انا وعودي طبعا رحت. رايح بالعود؟ انا وعودي وكاسيت شاهد ما شافش حاجه. كاسيت. كاسيت تسمعه. اي كانت تسربت على الكاسيت. ايوه. يمكن انسرقت. ايوه. فكنت اخذتها معي، شاهد ما شافش حاجه. وكانت والعود وكاسيت في القندول والنهر الخالد والكرنك. 3 قصائد معايا بس. عبد الوهاب وعودي.
بس فدخلت على المدرسه لقيتها غرفتين، ومشيت بيهم ال10 ساعات دول اللي شايلهم العود والكاسيت والبتاع ماشي في الصحراء. اي طبعا. فدخلت لقيت هو مدرسه من طين وبها بها غرفه هي الاداره فيها مثل هذا شويه، وفيها سرير مكتب صغير والسرير والطباخ صغير، الطباخ اللي هو احنا نسميه بريمز. هذا انت مدلله ما شايفته يعني. لا الناس لا الفقراء شايفين يعني. لا ده اسمه وبور الجاز. وبور الجاز، ايوه، اللي هو فيحطون بيه شويه نفط يضلون لحد ما لا مش لازم انا اعرف برضه وبور الجاز وكل حاجه. هي كاظم بس يعني مو موجود. قول اي يعني حاجه انا اقول لك. انا اسف. لا انا ما اعرف اطبخ. لا انا اعرف بقى. شوف انا ما اعرف يعني، انا اعرف وبور الجاز واعرف. ضليت اول اسبوع بس مساكين كانوا يعملوا لي هم الاكل في بيوتهم. بس انا كنت اخجل مش كل يوم يعني. فكنت اكل جبن يمكن اسبوعين من الكسل. فيسالوني اقول لا ما عندي الاكل معايا. العفه دي والكرامه. فبقينا تقريبا سنه ونص. سنه ونص كنت بتدرس؟ كنت ادرس في هذا المكان. وعملنا اختبار بالموصل في فرقه النشاط المدرسي الموسيقيه. فعملنا اختبار، رحت للموصل للمدينه فاختبروني على العود كيف جبتوا الصوره؟ ده المعهد اللي انت درست فيه، فاكره المكان ده؟ طبعا. كيف جبت الصوره؟ شوف جبنا الصوره كيف جبنا الصوره. كنت بتقعد في انهي دكه؟ احنا نسميها الدكه. كنت مشاكس كل شويه اغير. كنت بتقعد ورا. كنت كل شويه اغير. فاكر اذا حافظ الدرس اجلس امام، اذا ما حافظ الدرس اتخبى. تستخبى ورا. في بيانو، ده شيء مهم جدا. انه كان في بيانو والنوتة الموسيقيه مكتوبه على السبوره. يعني واضح ان واخدين المساله جد. لا احنا بالعراق التدريس في العراق صعب جدا. صعب. ده انت بتقول بتروح تدرس يعني انت كنت تشوفي من الاساتذه الخريجين يعني ما شاء الله عليهم. يعني اصعب قصائدي هم يعني بكل العالم لفينا العالم كله، وكان كان جمهورهم يسمع فيهم من كل العالم يعني، كان عربي واجنبي. عايزه اسالك يا كاظم، بالنسبه للمثقف العراقي او الانسان العراقي، درجة ثقافته عالية جدا ودرجة اللغة العربية بتاعته قوية جدا، وخرج من العراق أكبر الشعراء، وكنا بندرسهم وبنحبهم وبنعشقهم. وأنا فاكرة يعني، فاكرة وبور الجاز، بس فاكرة كمان إن أنا كنت بنزل أروح مشوار في ميدان التحرير علشان أروح المكتبة العراقية أشتري منها الكتب اللي كانت العراق بتبعتها لنا، اللي كانت اسمها المكتبة العراقية، كانوا بيبيعوها لنا رخيصة جدا. فكل كتب الشعراء والروايات العالمية وكده كنت بشتريها من المكتبة العراقية. ليه الإنسان العراقي عنده عشق الكلمة والنغمة والثقافة بشكل، طبعا هي حضارة عريقة ومتداخلة، لكن لماذا هذا التعلق الشديد بالثقافة حتى في أحلك اللحظات؟ أتذكر بالسبعينات كنا نجلس، يعني كانوا يعني إخواني، كان عندي واحد من إخواني مولوع في القراءة، يعني شيء عند القراءة لحد الآن. وكان عندي أصدقاء آخرين من الحزب الشيوعي، بس أصدقاء عمري. كنت أتفرج عليهم، كنت أنا وصديقي وإخوانهم الكبار اللي هو بالحزب الشيوعي، فكانوا يتناقشوا كل يوم، يحضروا. كنت اجلس معاهم يتناقشوا في لينين وماركس وما اعرف. ايوه واحنا نجلس معاهم هالشكل صغار ما نعرف اي حاجه. رحت اخذت بدون ما يعرف اخي انه سرقت من عنده كتاب بالخفيه. وعملت دراسه كامله وفاجأتهم، دخلت بوسطهم هالشكل عامل. دخلت قعدت في وسطهم. قالوا انتم صغار ما تعرفون. قلت له شو صغار ما نعرف، احنا انا مثقف. اي سنه والد وفلان واي سنه وهذا. فكان اكو محفز مثل يستفزك انه ليه هذول يتكلموا في موضوع انت ما تعرفه. ليه ما تكون. اعتقد مثل الوارثيه اب عن جدها. سلوتنا كانت هذه. ولذلك كانت معروفه عن بغداد، هي مدينه الادب. كانت المهرجانات الثقافيه كانت يعني كل مناسبات ما تخلص.
لحد ما جانا زمن الحرب للاسف. ايوه. وبدأوا المثقفين يهاجروا قسم معدهم كثير الى أيوة. لكن الجميل بمثقفينا في العراق من راحوا طلبا للحريه اكثر، ظلوا متمسكين في البلد، ودخلوا في عمق ثقافتهم ايضا، ما تركوا يعني ما راحوا. فمن رجعوا الان للبلد قسم معدهم، ونحتاجيهم طبعا، محتاجين فعلا. مرات اتفرج على القنوات الفضائيه استمتع باحاديثهم واستمتع صحيح. بلغتهم. أيوة. الحمد لله احنا بلدنا بخير، تخرب الحجر ولكن الانسان ما زال حي وما زال ان شاء الله عايش. ما شاء الله.